هنقارن ما بين الجاب الامريكي والاي اف ار اس. كومبير، هنقارن ذا بروسيجرز الاجراءات فور ذا اكاونتنج بروسيس في عمليه التسجيل او عمليه المحاسبه اندر جاب والاي اف ار اس جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل اند انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد، المعايير الامريكيه والمعايير الدوليه. similarities التشابه. transaction analysis is the same under IFRS and GAAP. يعني انت لما تيجي تقول transaction analysis هتلاقي هنا الاسيتس واللايبيليتي والاونرز ايكويتي هم بالظبط. as shown in the textbook، زي ما احنا شايفين في التكست بوك، الدولار signs are typically used only in the trial balance. الدولار، علامة الدولار او علامة اليورو او علامة الين ايا كان العملة اللي انت بتشتغل بيها، بتظهر بس في الترايل بالانس، ما بيظهرش لا في اليومية الامريكية ولا بيظهر في ولا في الليدجر، في الترايل بالانس بس. اند ذا فاينانشال ستيتمنت طبعا، والقوائم الماليه لما تيجي تشوفها هي برضه بيظهر فيها الدولار ساين او العلامه الخاصه بالعمله. الترايل بالانس اندر اي اف ار اس فولو ذا سيم فورمات، نفس الفورمات. الترايل بالانس بيتعمل اندر الاي اف ار اس طبقا للمعايير الدوليه بنفس الشكل اللي احنا شفناه في التكست بوك دوت. طيب ايه الفروقات اللي ما بينهم؟ الاي اف ار اس ريلايز ليس اون هيستوريكال كوست، يعني لما بتيجي تقيم اي اصل عندها ما بتعتمدش قوي على الهيستوريكال كوست، بعكس الفاسب الامريكي. الفاسب الامريكي المعايير الدوليه، المعايير الامريكيه بتعتمد اكتر على الهيستوريكال كوست ذان الفير ماركت فاليو. انما الاي اف ار اس بتقول لك لا، حط لي كل حاجه بقيمتها السوقيه، قيمتها الحقيقيه دلوقتي. انما المعايير الامريكيه بتعتمد اكتر على الهيستوريكال كوست. كمان الانترنال كنترول، الرقابه الداخليه اللي هي السيرفنس اوكسيلاري السوكس، ار سيستم to check and balance design to prevent and detect fraud and error. يبقى في نظام رقابه داخليه عشان يمنع الايرور او يمنع اي اخطاء او يمنع اي سرقات او الكلام ده، ويراقب عليها كمان. checks the balances الديزاين، الارصده اللي اتصممت علشان يمنع اي حاجه خاصه بالسرقات والكلام ده. هو most public United States companies، معظم الشركات المساهمه اللي في امريكا، الشركات العامه اللي في امريكا اللي هي المساهمه يعني، have this system، عندها نظام الرقابه ده in place، لازم يبقى عندها نظام رقابه داخليه internal control. many non-United States، معظم الشركات اللي مش امريكيه، have never completely documented، ما بيعملوش النظام ده the control nor had an independent auditor attest to their effectiveness. يبقى معظم الشركات الغير امريكيه ما بيطبقوش الانترنال كنترول سيستم عندهم، مش مجبرين ان هم يعملوها بشكل دوكيومنتيتد، يقول لك انا بعمل نظام رقابه ازاي ومسجله ازاي وحاطه في كده في كراسه وكود اوف ايثكس وعامل شغل كتير جدا على حته الانترنال كنترول ده. لكن الشركات الامريكيه دلوقتي مجبره انها تعمل نظام الرقابه الداخليه دوت بسبب وجود السيرفنس اوكسيلاري اكت.